يحثنا الله عز وجل على السير في الأرض، أن يسير الناس في الأرض فينظروا إلى خلق الله عز وجل، تلك المخلوقات العظيمة التي خلقها الله، تلك المناظر الطبيعية، هذه الكائنات الجميلة التي خلقها الله عز وجل في الأرض. فإذا سافر الإنسان يعتبر، مو يسافر فقط لينفق ماله أو يسافر فقط لأنه يريد السفر، لا، يعتبر من هذه الحيوانات، يعتبر من هذه الجبال وهذه المناظر، يعتبر مما خلقه الله عز وجل، يتفكر في السماء، يتفكر في الأجواء الجميلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من آداب السفر قبل أن يدخل القرية كان يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل كل قرية. ومن آداب سفره كان إذا علا أرضا، إذا ارتفع على أرض كان يكبر الله عز وجل، يقول الله أكبر إذا ارتفع، وإذا نزل منخفضا انخفض في أرض قال سبحان الله. هذا من آداب السفر. طارت الطائرة، نزلت الطائرة، يكبر الله عز وجل ويسبح الله جل وعلا. ماشي بسيارة، صعدت إلى أرض مرتفعة أكبر، نزلت أسبح، يعيش بذكر الله جل وعلا. ما أجمل هذا الخلق، ما أجمل هذه الجبال، هذه الأنهار، هذه الثمار، هذه الأشجار، ما أجملها، ما أجمل هذه الحيوانات وهذه الطائرات، هذه الطيور التي خلقها الله جل وعلا. أتعرف أن كل طير من هذه الطيور يسبح الله عز وجل؟ هذا الحمام هذا الآن الذي نراه، كل كائن منها يسبح الله عز وجل. حتى إذا مشيت وشفتها تطير في السماء، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. من الذي يمسك الطير هذا إذا طار في السماء؟ إنه الله جل وعلا. هذه الطيور تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. صح يسافر الإنسان لكنه يتدبر هذه المعاني، يتفكر في هذه المعاني. مو فقط شفت طيور في السماء، شفت طيور في غابة، شفت ألوان جميلة أحمر وأخضر وأصفر، تفكر في خلق الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله. الله عز وجل يقول: أخبروني ماذا خلق الذين دون الله عز وجل، ماذا خلقوا؟ هذا خلق الله عز وجل. انظر إليه كم هو جميل، انظر إليه، إذا ألفته يألفك، وإذا رحمته فإنه يألفك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام شاف بعض الصحابة صغارهم ماذا فعلوا؟ أخذوا فرخا لطير، وكانت الحمامة ترفرف تبحث عن فرخها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يسأل: من فجع هذه بأولادها؟ قال: نحن يا رسول الله. قال: أرجعوا إليها ولدها، والراحمون يرحمهم الرحمن. صار رزقهم، نسأل الله أن يكتب لنا الأجر. خذ من التاريخ عبرة.